السلام عليكم حبيباتي مشتركاتي الغالية، إن شاء الله تكونوا بألف خير وعافية. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضانكم مبارك. سمحوا لي طولت عليكم، كانت عندي أشغال، ما لا طولت عليكم. المهم اليوم جبت لكم هذا الموديل، المقاس يلبس من 3-4 سنوات. الموديل هذا سروال كومبا مع لافيست تاعو. أنا كان عندي هذا القماش فيه حوالي متر و10 هكا، متر و10 سنتيم، لكن نتوما ديروا من متر وربع حتى المتر ونصف. نفتحوا القماش تاعنا كما راكم تشوفوا، من بعد نطووه على 2 كما راكم تشوفوا هكذا، نطووه على 2 باش نفصلوا الجهة الأمامية تاع السروال، من بعد نزيدوا الجهة الخلفية. ندير الطول حسب الرغبة، يعني الطول كل وحدة دير الطول تاع بنتها. أنا درت 62 سنتيمتر، وانتوما يعني عبروا الطول اللي راكم حابينه تاع بنتك وديريه. أنا درت المقاس هذا، قلت لكم إنه السروال هذا سروال كومبا، ديروا لاستيك من الأسفل. درت 62 سنتيمتر هي الطول يعني تاع السروال. من بعد زدت 5 سنتيمتر تاع الطية تاع لاستيك، نحددها بالطباشير كما راكم تشوفوا هكذا. من بعد نروحوا لدوران الأوراق تاع بنتك، كل وحدة ودوران الأوراق تاعها. قسميه على 2 ثم قسميه على 2، يعني قسميه على 4. أنا عندي 64، قسمتها على 4 عطاتني 16 سنتيمتر. من بعد زدت لها 2 سنتيمتر حق يعني الاتساع، دقيت 18 سنتيمتر، وحددت هنا 18 سنتيمتر. تابعوا معايا وركزوا باش تفهموا. هنا نزيدوا 4 سنتيمتر تاع الحجر تاع المقعد. من بعد نهبطوا ب 19 سنتيمتر اللي هي عرض دوران الأوراق، يعني تقسيم 4 زائد هذاك الاتساع، وزدت له 1 سنتيمتر. لقيت 18 سنتيمتر وزدت له 1 سنتيمتر للاتساع. السروال جينا يعني كومبا شوية عريض بالتاسع، زدت هذاك 1 سنتيمتر. من بعد نطلعوا ب4 سنتيمتر، 4 سنتيمتر اللي خرجنا بها، وكاين 4 سنتيمتر نطلعوا بها ونديروا هذه الحردة ولا دوران تاع الحجر كما راكم تشوفوا، يعني قوسوه تقريبا يقعد في هذيك الزاوية القائمة 1.5 سنتيمتر. وهنا نروحوا للعرض تاع السروال تاعنا، نحدوا المنتصف تاعو، يعني من الحجر من عرض هذيك 4 سنتيمتر حتى يعني الوسط هذاك منتصف تاع السروال. نحدوا هذيك المسافة ونحدوا الوسط تاعها هكذا، ونحدوا هذاك المنتصف تاع هذا السروال باش نديروا خط ولا نديروا نقاط نحدوا فيه المنتصف، يعني بين نعينوا العرض تاع السروال اللي رانا حابينه. يعني هنا العرض اختياري، نحدوا المنتصف كامل من الفوق للأسفل بهذا الشكل. يعني العرض ماشي تاع هذيك ربع دوران الأوراق، لكن زائد هذيك 4 سنتيمتر اللي درناها كامل نحسبوها، ونحدوا المنتصف تاع السروال تاعنا ونديروا خط كما راكم تشوفوا. هنا نروحوا الطول تاع الركبة، درنا 34 سنتيمتر، ندخلوا هنايا ب2 سنتيمتر، يعني من جهة هذيك الجنب هذاك تاع السروال، وندخلوا ب2 سنتيمتر، ومن الجهة هذه نحدوا هذاك الخط تاع يعني الركبة، وندخلوا كذلك من هذه الجهة ب2 سنتيمتر. هذا العرض هنا اختياري كما تحبي ديريه عريض، تحبي ديريه سليم. من بعد نجو من الفوق، ما نحدوش الخصر لان نديرو لاستيك من الفوق، ونبداو نهبطوا عند الركبه ندخلوا ب2 سنتيمتر. ومنا في الاسفل نديرو 9 سنتيمتر و9 سنتيمتر. انا قلت لكم العرض اختياري، تحبوا ديروا عريض كامل، تحبوا ديروه يعني سليم شويه، ماشي بالسليم سليم لانه سروال كومبا حنديروا له لاستيك. وهنا في الاسفل نديروا له لاستيك كما راكم تشوفوا. وهنا نكونوا فصلنا السروال تاعنا، نحكموا المقص ونقصوا السروال هذه الجهه الاماميه. من بعد هذه الجهة الأمامية نفصلوا عليها الخلف، كاين تعديلات نديروهم في الجهة الخلفية. نقصوا كامل هنايا
المنتصف، ومن بعد نبداو يعني ندخلو بهذيك 2 سنتيمتر حتى نوصلو للأسفل تاع السروال تاعنا. هنا قصينا كملنا السروال تاعنا، نروحو نطوو القماش كذلك على 2، لكن هنا نزيدو نعرضو شوية على الأمام، نخلو تقريبا واحد 3 سنتيمتر عرض على الجهة يعني الأمامية، يعني راح نزيدو في العرض تاع المقعد ب3 سنتيمتر، تقدروا ديروا حتى 4 سنتيمتر، تقدروا تزيدوا 3 سنتيمتر، تقدروا تزيدوا 4 سنتيمتر كيما اللي زدناها الحسبة اللي زدناها في الأمام تقدروا تزيدوها يعني في الخلف، زدنا في الأمام 4 نزيدوا لها 4 في الخلف، أنا زدت 3 برك. هنا طويت القماش كيما راكم تشوفوا على 2، خليت قيس 3 سنتيمتر زيادة، حدو هذيك النقطة تاع 3 سنتيمتر بهذا الشكل، نجيو نهبطو ب1 سنتيمتر، شوفوا لهنايا ركزوا، نهبطو 1 سنتيمتر على المقعد الأمامي، نزيدو نهبطو ب1 سنتيمتر، ونطلعو ب2 سنتيمتر من الفوق، حنا هذيك 3 مدارين يعني نهبطو بها من جهة المقعد الأمامي، لكن في هذا التفصيل درت يعني 2 سنتيمتر من الفوق، و1 سنتيمتر هبطت به من الجهة الخلفية، خرجنا ب3 وهبطت ب1 سنتيمتر، وهنا نهبطو ب2 سنتيمتر على العرض تاع السروال كامل، يعني 2 سنتيمتر حتى للأسفل، نهبطو ب2 سنتيمتر حتى للأسفل، ومن جهة تاع الجنب هذيك نهبطو نفس المقاس، يعني نحدو بالطباشير نفس المقاس اللي درناه في الأمام نديروه في الخلف، ونقصو السروال تاعنا بهذه الطريقة. إن شاء الله تكونوا فهمتوا، جيتكم طريقة سهلة. اللي ما دارتش وصلت هنا ما دارتيش دير بجام حبيباتي، وبارطاجيو الفيديو باش يوصل أكبر عدد ويستفادوا. راكم تشوفوا باللي الأسعار راهي غالية، ماذا بيكم الناس بزاف يستفادوا يعني نقصوا بزاف على رواحهم. كراف باربي هذه دير 55 ألف للمتر، يعني كل منطقة كيفاش يبيعوا، كاين اللي يبيعوا 50 كاين اللي يبيعوا 55، يعني كل منطقة كيفاش يبيعوا، يعني معظمهم يبيعوا على ما أظن 55 ألف للمتر. هنا فصلنا الخلف وفصلنا الأمام، ونروحوا نفصلوا الحزام تاع هذا السروال. لهنا نفصلوا قبل ما نفصلوا الحزام نفصلوا الجيب، درنا 8 سنتيمتر، دخلنا ب8 سنتيمتر وهبطنا ب10 سنتيمتر، نديروا خط يعني مستقيم مائل هكذا، مستقيم مائل بهذا الشكل، نتحصلوا على مثلث الشكل تاعو كيما الكوس. من بعد نجيبوا القماش تاعنا، هنا القماش أنا كان عندي قليل يعني ما كفانيش، يعني درت على حساب القماش اللي عندي، لكن نتوما يكون عندكم يعني القماش يكون عندكم مليح، يعني يكون كمية مليحة، تقدروا تتحكموا في يعني القماش وتفصلوا بأريحية أكثر مني. أنا هنايا يعني عانيت يعني لقيت باش ندير لافيست السروال فصلته بأريحية، لكن لافيست يعني كنت يعني حرت واش كيفاش نفصلها، لكن كنت وعدتكم باش ندير لكم سروال كومبا ولافيست وكامل هذا الموديل، مالا ما حبيتش يعني قلت نفصل لكم بالقماش اللي راه عندي وخلاص. شوفوا لهنايا درنا العرض اللي راكم تشوفوا فيه تقريبا درنا 18 سنتيمتر، يعني طول هذاك المربع اللي حنديروه ولا المستطيل 18 على 18 ولا 16 على 18، يعني كيما تحبوا تكبروا الجيب ولا تصغروه. انا درت حوالي 18 على 18، يعني درتو مربع. درنا هذاك المثلث كيما شفتوني درت، حطيته باش من بعد نقصوا عليه، نقص هذاك المربع بهذا الشكل،
يعني تحصلوا على هذو يعني مطوي على 2 كما راكم تشوفوا. عندنا 2 قطع، قطعة الجهة وقطعة الجهة. من بعد نحطوهم مع بعض كما راكم تشوفوا. نجيبوا هذاك المثلث اللي قصيناه من الجيب ونقصوا عليه هكا، يعني طبقتين نقصوهم، والجهة الأخرى ما نقصوهاش لأنه هذيك الجهة حتلصقنا مع الجهة الخلفية. من بعد تشوفوها في طريقة الخياطة. كملوا نخيطوها بهذا الشكل. من بعد نحطوها على جنب ونروح نفصلوا الجيوب اللي راح نديروهم عند الركبة اللي يجوا في الجنب تاع السروال. نجيبوا القماش كما راكم تشوفوا، نطوه على 2، نحدوا يعني المقاس هذا كما تحبوا اختياري، تحبوا تكبروا الجيب تحبوا تصغروه. انا هنايا درت تقريبا 18 على 18 ولا كما تحبوا ديروا 18 على 16، يعني وتكم اختياري. درت هنا 18 على 18. وكاين تجيب العلوي هذاك اللي ينغلق به، هذاك درت فيه 16 على 18. نحدد نفس المسافة، يعني تجينا مربع. هذو 2 قطع يعني يجونا الجيب يعني تاع السروال، يعني 2 جيوب من الجنب اليمين والجنب اليسار، ونقصوها بهذا الشكل. هذا المربع نديروا له كفة بهذا الشكل ونخلوه على جنب. من بعد نجيبوا القطعة تاع قماش يعني أخرى، حدوا العرض تاعها. أنا درت يعني عينكم هي ميزانكم، تقدروا يعني ديروا مقاس لكم باغيين الجيب يعني تكبروه ولا تصغروه. انا هنا درت 16 سنتيم، يعني 8 مطوية على 4 تكون 8 على نفس المقاس اللي هو 18، اللي هو يعني 18 على 18، نفس يعني العرض، ونفس يعني تجي ثاني مربع واحد اخر. ونخلوه هذا الحين نطووه على 2، نخيطوه من الجوانب ونقلبوه. تحصلوا على هذا الغطاء تاع الجيب، نديروا له زر بهذا الشكل. من بعد تشوفوها في طريقة الخياطة. نخلو السروال، نروحوا بقينا الحزام. الحزام تاع هذا السروال، انا القماش هنا مبقاليش بزاف، نحاول نقتصد فيه قدر الامكان. العرض تاع الحزام تاعنا درنا فيه تقدروا ديروا فيه 10 سنتيمتر، تقدروا ديروا فيه 8 سنتيمتر على حساب العرض التلاستيك تاعكم. كل ما كان العرض التلاستيك عريض اكثر، كل ما تزيدوا العرض تاع هذه يعني تاع دوران الحزام. ونقصوا بهذا الشكل، يكون الحساب تاع هذا الطول تاع هذا الحزام على حساب دوران يعني الخصر تاعنا تاع السروال، امام والخلف، امام زائد الخلف. ونقصيناه بهذا الشكل ونخلوه على جنب. حطوه مع يعني تفصال تاع هذاك السروال. من بعد بطريقة الخياطة تفهموا أكثر. نروحوا لجهة الجهة العلوية لافيست تاعنا اللي تكون تقريبا كوبي، يعني تكون قصيرة شوية، متكونش طويلة، أنا حتى تلبس مع سروال عريض يعني تجينا شوية كوبي. وهنا طوينا قماش على 2، نديرو العرض اللي رانا حابينه. نقدروا نديرو 20 سنتيمتر، يعني نزيدو نديروها واسعة شوية على السروال. السروال درنا 18، هنا نديرو 20 سنتيمتر في لافيست. العرض 20 سنتيمتر مطوي على 2، والطول لهنايا نديرو حوالي 40 سنتيمتر. هنا الطول اللي راكم حابينه كما تحبوا، نحدو بالطباشير هذاك الطول. هنا نخدمو يعني نفصلو الخلف، من بعد نفصلو الأمام. درت 5.5 تاع الرقبة. الكتف ديرنا 8 سنتيمتر، نهبطو طبعا دائما ب2 سنتيمتر نخدمو يعني كتف. من بعد نهبطو ب2 سنتيمتر ونديرو يعني تقويرة هذيك تاع الرقبة الخلفية.
من بعد لهنايا نهبطو ب14 سنتيمتر ونديرو يعني خط التركيز، نخدمو حردة الإبط، نديرو نقطة ولا شرطة من بعد نطلعو تقريبا 4 سنتيمتر ونديرو الخط اللي راكم تشوفو فيه هذا، راح نقصوه يعني باش يقبض لنا العبر تاع وتجينا يعني لا فينيسيون شابة، يعني كشكل فقط، تحبو ديرو تحبو ما ديروش. برك انا حبيت نديرو نقبض عليه العبر من الامام اللي حنديرو فيها هذوك الجيوب من الامام في لافيست من الجهة الامامية، يعني تجينا نفس يعني المسافة اللي نديروها من الامام نديروها من الخلف، نقصوها من الامام نقصوها من الخلف. هذه هي من بعد نعاودو نخيطوها عادي، نعاودو عليها من الفوق ونكون فصلنا الخلف، من بعد نروحو الجهة الامامية. نطوي القماش على 2، قلت لكم هنا القماش راه عندي قليل بزاف، راني يعني بصعوبة باش راني نفصل، نحاول نميز القماش تاعي يعني يكفيني على الأقل. شوف يعني الجهة الملائمة اللي راح تكفيني. من بعد نجيبو هذيك القطعة الخلفية اللي فصلناها ونخلوها كما شفتوني انا ما قصيتش كامل حتى الاخير، يعني خليت تقريبا 3 سنتيمتر من جهة الخلف هذيك القصة. نطوو على 2 ونخلو 5 سنتيمتر كما راكم تشوفوا. هذه الطية اللي نديروها تاع الازرار، نخلو 5 سنتيمتر حتى ل7 سنتيمتر. اذا كان عندكم القماش يعني متوفر عندكم يعني بزاف تقدروا تخلوا حتى 7 سنتيمتر. بعد نحدوا عليه بالطباشير كما راكم تشوفوا كامل نفس القياسات، من بعد نديروا عليها تعديل. هنا نحدوا كما راكم تشوفوا هنايا، من بعد نقصوها لانه هذه هنايا نديروا الجيب في هذا المكان، تجي يعني مقسومة في الوسط، ماشي في الوسط يعني فوق الإبط تقريبا واحد 4 سنتيمتر. من بعد هنا نهبطو ب7 سنتيمتر ونخدمو هذه يعني دوران تاع الرقبة الأمامية، وهنا ندخلو ب1 سنتيمتر نخدمو حردة الإبط من جهة الأمام بهذا الشكل، ونكملو نقصو يعني التفصيل تاعنا هذا الجهة الأمامية بهذا الشكل، ونفتحو كامل في الوسط، ونجو هنايا نقصو بهذا الشكل ونخلو من جهة يعني الأزرار. الجهة الخلفية خلينا من جهة يعني الإبط، وهنا خلينا من جهة الأزرار، يعني بالقماش تاعنا ولا القطع تاعنا يعني ما تفركتوناش فقط. هذا مكان يعني درت هذا الطريقة فقط بما يعني يختلفوناش القطع، نبقاو نحوسو عليهم كي نبداو نخيطو. وهنا نجحو للجيوب كما راكم تشوفوا هنايا، هذه القطعة تقريبا فيها 6 سنتيمتر على 8 سنتيمتر، ونقصو هذا الجيب يعني كديكور فقط مش حقيقي. يعني نقدر نديرو فيه 10 سنتيمتر 8 سنتيمتر، العرض اللي راكم حابينه ديروه يعني هذا المقاس أحسن. وهنا نركبوه كامل نخيطوه عادي كيما نخيطو الجياب، ونقلبوه نديرو له الزر كيما شفتوا فقط كديكور، ويجينا لافيست تاعنا يعني شابه. نزيدو نقصو يعني قطعة واحدة أخرى نفس المقاس. يبقى لنا هنايا نفصلو الكول، ويبقى لنا نفصلو الأكمام، نحطوه على جنب. نروحو نفصلو الكول تاعنا. الكول يكون الخلف زائد الأمام، نخلو ذيك 5 سنتيمتر. من بعد ندورو على هذيك الرقبة كما تشوفوا أنا لقيت 13 سنتيمتر.
من بعد نضربوها في 2، يعني نلقاو 26 سنتيمتر. نضوي القماش على 2 باه نفصلو الأكمام هنايا، والقماش اللي يكون متبقي نفصلو به الكول. تبقى لنا القرباطة كذلك اللي حنديروها في هذه لافيست من الأسفل تاع لافيست، وتبقى لنا نقدروا نديرو قرباطة ثاني للأكمام، لكن أنا ما كانش عندي يعني ما درت لهاش، خليتها هكذاك. درت الطول تاع تاع هذا الأكمام درت 40 سنتيمتر. تقدروا ديروا من 38 حتى 40. الله أعلم أنا درت 38 ما لقيتش 40 درت 38. تقدروا ديروا 40 سنتيمتر. الطول اللي لقيته في الكتان درته من بعد. تقدروا تزيدوا الكرباطة. أنا حبيت فقط إني نجرب معكم هذه الطريقة، يعني من بعد نتوما ديروا على حساب العرض يعني تاع بناتكم. وهنا درت 11 سنتيمتر العرض تاع هذا الأكمام، يعني قلت لكم اللي راه متوفر عندي تقدروا تزيدوا حتى 12 سنتيمتر. كل ما كان عريض شوية كل ما كان أحسن، الأكمام يكونوا أحسن، يكونوا متسعين أحسن ما يكونوا ضيقين. وهنا ندخلوا بواحد سنتيمتر من جهة هذو القطع، زوج قطع الأماميين، وندخلوا بواحد سنتيمتر. هذا هما الأكمام تاعنا. من بعد نروحوا القماش المتبقي ونفصلوا به الكول تاعنا، اللي هي قلت لكم لقيت 13 سنتيمتر، نزيدوا لها 1 سنتيمتر اللي هي تحق الخياطة، تجينا 14 سنتيمتر. نطوي القماش على 2، درت فيه العرض تقريبا 5 سنتيمتر، ولا تقدروا ديروا 6 سنتيمتر العرض تاع الكول تاعكم. والطول درت يعني 14 مقطوية على 2 تعطينا 28 سنتيمتر. الطول كامل تاع الكول تاعنا هي 28 سنتيمتر. كما راكم تشوفوا هكذا طووه على 4. هذا هو الكول تاعنا. لقيت أنا 14. من بعد نقص بهذا الشكل ونخيطوه من الجهتين ونقلبوه ونلصقوه مع دوران الرقبة. هنا وصلنا لنهاية الفيديو. هذا الجزء الأول طريقة التفصيل، ونتلاقوا إن شاء الله في الجزء الثاني بطريقة الخياطة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.